بعث لي برسالة مطولة أنه تقدم لخطبة أكثر من 26 بنت. تخيل 26 دار تقدم لهم وكله رفض رفض رفض. والشاب بعد استقصاء، ما هو في أشياء بتصير تظهر وتبين، ما في سر بظل مخبى. فالشاب تحرى عن الأمر. طب ليه؟ وفي ناس بيقولوا له إن شاء الله خير وعلى وشك الموافقة، ولكن يأتي الرفض القاطع الذي يحدث ندبة في قلب هذا الشاب وألما وحسرة. بتبين فيما بعد أيها الإخوة إنه بين قوسين فيما بسموا حالهم، هم هيك بسموا حالهم، هيك هم بسموا حالهم فاعلين خير. دكك لي على هيك الكلمة، حط لي تحتها 9500 خط. فاعلين خير، إنه بيقطعوا عليه المشوار، يعني بيوشوا فيه، يعني بتواصلوا مع أهل العروس تعطوش بنتكم لهذا الإنسان. والشاب بعث لي أكثر من رسالة امبارح جدا ألمتني جدا لما ذكر كلمة إنه أوشك إنه يعني يعمل بحاله شيء. تقولكم ينتحر، قالها والله كتبها. قل لي شيخ ليه؟ الشاب كان في ماضيه كان بعيد عن الله شوي، ولكن تاب ويصلي ويرتاد المساجد وأنا أشهد له. فقلت سبحان الله، مش بس هذا الشاب، كثير من الشباب اللي وقعوا بنفس المصيبة. فقبل ما إني أصل اليوم بكلمة الحق على منبر الحق لهذه الألسن التي أخذت على عاتقي منذ صعدت المنابر في جيل صغير أن أقف لها سيفا صارما لكل من يحاول أن يشهر في هذه الأمة وأحد أبنائها، لكل من يحب أن تشيع الفاحشة في الأمة، لكل من يغتاب، لكل من ينمم، لكل من يبهت ويكذب ويفتري ويشيع. سنكون سيوفا بتارة لهذه الألسنة إن شاء الله على منبر الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله. لن نتهادن مع السنوات الطويلة أبدا، والله أبدا. فبدي أسأله أو بدي أسألها أو بدي أسألهم أو أسألهن، شو بتستفيدوا يا فلان وعلانة وفلان وعلاني يوم ما تخربتوا على هذا الشاب باب ستر؟ يعني ايه الاستفادة؟ يعني شو بيستفيدوا؟ شو بيستفيدوا؟ الشاب بده يستر حوله، بده يتجوز، طالب حق، ما نط من الشباك، الزلمة راح من الابواب يا عمي. تاب يا حبايب، تاب، واحنا نتمنعينه على التوبة، نظنن كله هذيك السنة عمل وهذيك السنة عمل. يا اخوي، هي يا ابو العروس ابو العرايس يلي بيجيكم شاب من هالنوع، اقول لكم لا تستمعوا الى هؤلاء الوشاة، الى هؤلاء اهل الافتراء، اهل البهتان والكذب والزور. الشاب القضية من كثر ما هو مليح بقول لي يا شيخ ماشي، أنا كنت بعيد بس أنا تبت رجعت لله. ندما نرحب فيه، نفتح له مش بس بيوتنا، أبواب بيوتنا، نفتح له قلوبنا. طيب هسه بدي أطلع الصواريخ النووية إن شاء الله بإذن الله على هذول الناس
وكل يا حبيبي. فليسمعوني كلهم هؤلاء الذين يتطاولون على أعراض المسلمين، الذين يحاولون أن ينكسوا الشباب بعد توبتهم. أحبابي هؤلاء، نعم أنا شخصيا أعلن الحب لهم، هؤلاء التائبون ده كلهم لهذول الناس اللي بيحاولوا ينكسوهم ويآذوهم ويغلقوا أمامهم الأبواب، واللي بيحاولوا يمشوا عليهم ويشهروا بهم ويطعنوا فيهم. اسمع حبيبك محمد ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني تذكره بغيبته بشيء مش مليح، طبش عليه. واحد من الصحابة قال، الحديث قيل: أرأيت، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في أخي ما أقول، يعني يا رسول الله طيب إذا هو يعني بكى فيه الإشي اللي مش كويس وكنا عنه بغيبته بس موجود فيه. طلع النبي كيف بده يكسر اللسانات الطويلة، طلع النبي كيف بدوش هاي الفتنة بالأمة، طلع النبي كيف بحبش كثرة الحكي، طلع كيف النبي صلى الله عليه وسلم بده يخلينا نقاوم هذه الظاهرة البغيضة المقيتة اللئيمة الخبيثة. خبيثة الطعن والتشهير والاستغابة، هذه لا تخرج ولا تصدر إلا من ألسن حوت في داخل أجسام هؤلاء الناس أرواحا خبيثة. الروح المؤمن بتعملش هيك، قلب المؤمن ولا يمكن يفلت لسانه. المؤمن ماسك الرسن مليح، الجام لسانه، ماسك الجام لسانه مليح. المؤمن يعني بركات، عنده قويات، الصاجات ماسكات. اللي غير مؤمن محيات، عنده الصاجات محيات، مش لا عند بريك ولا عنده بريك ولا زيت بريك، داحل هذا مفلت. ليه؟ لأنه فيش في قلبه إيمان، فالت، فلسانه فالت. والله ما في حدا له فخر يقعد مع هيك ناس، هذول الناس اللي بيضلوا يطبشوا على الناس. هاي أعلنها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الحق وسأقول وسأظل أقول، والله سأبقى حتى ألقى ربي أقول هذا الحق. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. النبي بقول له حتى لو فيه اللي بتقوله بس ذكرته بغيبته، حتى لو فيه، هاي غيبة. وإن لم يكن فيه، يعني مش موجود فيه اللي بتقول عنه، فقد بهته، افتريت عليه أخرى، ألفت عنه إشي مش موجود فيه، يعني لبسته إشي هو بريء منه، لبسته صفة مش موجودة فيه، بتقول عنه بعده بحشش. طب ما بحشش ليش تكذب؟ مبطل يحشش ليه أول ما تشوف له حشاش. طب بطل يحشش، يعني لازم يعني نرجعه، يعني لازم يرجع. هيك الناس هيك بتعين الناس، يعني يرجع للحشيش أحسن، وبطل يحشش وبطل يسكر، وهو تاب صار من الملاح، تاب. أيها الإخوة، اسمع حسب بدي أقول معلومة ربما يجهلها كثير من الناس. يقول الحسن، علي بن الحسن أحد العلماء، قال: ذكر الغير ثلاثة، يعني في 3 أنواع الإنسان يأثم إذا بذكر الغير من خلالهن. شو هني؟ قال: الغيبة تأثم. شو أخرى؟ قال: البهتان تأثم. قال: الإفك تأثم. شو الفرق؟ قال: الغيبة أن تذكره بما فيه في غيبته، طلع وهي غيبة حرام. أخرى موجود في الإشي، يعني إذا بكى كذا كذا تقول عنه بغيبته كذا وموجود، هي غيبة حرام. قال: أما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه، كذب